العراق والإمارات بجديد التصفيات وجديد الترتيب في ظل خسارة المتصدر الأخضر السعودي في مباراة الساموراي الياباني في سايتاما 2-1 لمنتخب اليابان. وأيضا تعثر مفاجئ ومباغت لدى تحت كرة للمنتخب العراقي. قلت عفوا يستفيد منه الفريق العراقي او الاماراتي. مباراة مهمة جدا. امكانيه المنتخب العراقي وترجع كره وصوره المرتده للمنتخب الاماراتي. ريتم مباراه قويه جدا. طبعا هذه تفاصيل الهزيمه الاخيره للمنتخب الاماراتي ضد السعودي، محاوله رده الفعل اليوم، وايضا انتصار المعنويات للفريق العراقي ضد تايلاند برباعيه كرار تعيد الاحلام للعراقيين. ترجع كره اماراتيه، كره على اليمين عن طريق السنغور، يمشي عبد العزيز السنغوري يوزع كره والدفاع والتماس. تغيرت معها معطيات المباراه، تغيرت معها ايضا معطيات التصفيات في صالح العراق وفي خدمه الامارات. وكره عراقيه يمشي فيها عزيز، يشوط كره عزيز جاستن والكره اوت. كره بعيده تخرج ضربه اوت من 5 متر و50 للحارس محمد حميد. فما مساحات من الجانبين. الفريق الاماراتي يسجل برشا ولكن يقبل ايضا برشا اهداف. الفريق العراقي في عهده ثالثه للمحصل. كره قائد الابيض يلعب كره عكسيه لمحمد عبد الرحمن، يمشي لعناوي. محمد عبد الرحمن يلعب كره في الوسط. الفريق العراقي قاعد يربح في الثنائيات. ونشوف في منتخب كره على اليمين سنغور، يمشي عبد العزيز سنغور، كره خطيره لخليل، مبخوت راس حربه، مبخوت راس الحربه، والكره ما زالت عن طريق محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن يلعب كره بامتياز، والدفاع العراقي موجود ثنائي الدفاع في المباراه. فاز في 38 منها، خسر 12 وتعادل في 10. ترجع الكره بضربه راس، كره عكسيه للمنتخب الاماراتي ما تمش، كره ما تعداش. قتاليه كبيره وصلابه كبيره من الفريق العراقي اللي عنده كره عن طريق درغام من اليسار يجي اليمين، درغام يحاول يعدي، والدفاع بامتياز. الدفاع الاماراتي ممتاز، الدفاع الاماراتي في الكره المطلوب اكثر من الفريق الاماراتي، لازم يفرضوا على الفريق العراقي ان اراد المرور وسط هذا التكتل الدفاعي وحسن انتشار الفريق العراقي. كره خطيره والتسديده من عموري، التسديده من عموري. كرة ستعود للمنتخب العراقي. خطير جدا يبقى الهجوم الاماراتي، تقريبا اقوى هجوم في التصفيات، مسجل 30 هدف في 12 ماتش. احمد ابراهيم ترجع الكرة وسط الميدان. الاماراتي افضل في الدقائق الاخيره، بدا يمسك اللعب وبدا يفرض ريتمه. منتخب الامارات بدا يتخلى عن انكماش الدفاعي في البدايات. الان في وسط الشوط الاول الفريق الاماراتي هجومي، وكره ممتازه خليل بخارج كره سنغور العرضيه، وخليل جول عالمي. اي هدف يا فان باستن الامارات، اي كره من ماركو فان باستن للعرب. يمشي الفهد خليل والكرة في الجول. خليل وخلته كرة ومحبته لكرة وعشقه لكرة وجنونه لكرة وجنونه في كرة، ويسجل احلى واغلى كرة للابيض الاماراتي. 1-0. هذه كل هدف سنغور ودرغام. بافيليه جولاتو يا خليل. 1-0 من احمد للابيض الاماراتي. هدف عالمي كيما جات، باف مليانه كره في المليان. ذكرتنا بهدف المولد في الابيض اليوم على طريقه فاهودي. يسجل احمد خليل اولى اهداف المباراه والقمه. الفريق العراقي بدا مليح ولكن العبره بالتسجيل. اول اخطاء دفاعات العراق. ترجع كره في الوسط عراقيه عن طريق كرار. رجعت الكرة في تبادل ادوار من اليسار، كرة خطيرة ممكن عزيز يمشي جاستن، وفرصة
فرصة كبيرة يا العراقي، فرصة كبيرة يا العراقي. ترجع الكرة مرة أخرى عراقية، كل شيء ممكن، مازالت المباراة مازال في الميدان يا حميدان. والكرة تمشي عن طريق ياسين، أحمد ياسين، أحمد ياسين، راوغ ياسين، عرضية ياسين، والكرة تكرر على ما أعتقد. فرصة كبيرة جدا، فرصة كبيرة جدا ضاعت على المنتخب العراقي عن طريق كرار. شوف الكرة بتاع ياسين على مستوى الستة امتار، يوصل كرة لراس الحربة ويضيع فرصة كبيرة المنتخب العراقي. مجموعتنا الامارات والعراق، السعوديه في سايتاما خسر 2-1 ضد الفريق الياباني، وتايلاند وقفت استراليا. هنا كره من مبخوت، مبخوت ماذا هناك؟ الحكم يقول العب. هنا اوزباكي شاف كل شيء، يقول ما فيهاش خطا. الامارات في الدفاع ممتازه، العراقي يضغط، العراقي يرجع يمسك اللعب، والعراقي يبغي التعادل قبل نهايه الشوط. حذاري من المرتدات، فما كونتر اتاك للاماراتيين، كونتر اتاك للاماراتيين، جابها السريع على الرائع سانغور، سانغور من نجوم الشوط الاول، سانغور، سانغور حط كرة مبخوت، مبخوت يشوط ولكن ما يفوت. ترجع الكرة عن طريق علي حميد او محمد حميد. مباراة ممتازة جدا. التغيير يدخل بشار بديل لاحمد ياسين، واضح انه تغيير اضطراري، واضح المشاكل تاتي فرادى للكرة العراقية ومنتخب الاسود، لكن يحاولون. اخر كرة في نهاية الشوط الاول في الوقت بدل الضايع، كرة خطيرة وفرصة كبيرة ضاعت من البديل، البديل الجديد كان ممكن يسجل هدف من اول لمسة ليه. شوف الكرة العرضية خطأ من علي خسيف في رأيي، سوء تقدير من حارس المنتخب الاماراتي. فرصة كبيرة وراء جاستن اللي قدم شوط رائع رائع جدا. هذا اللاعب رقم 7 في المنتخب العراقي، ورسميا تنتهي تفاصيل اللعبة في شوطنا الأول. مهند كرار راس الحربة. حكم المباراة لإنهاء على اسمه السيد إلكي ستانداتشيف، الحكم الأوزبكي. الشوط الثاني قادمة والغد التي اسمها مستقبل، وبالتالي غاب مستقبلنا في عام 2010 و2014. لم يحضر عرب آسيا، والآن يحضر العراقي، يحضر العراقي في كرة من إبراهيم أحمد يسدد ولا يصل لمبتغاه. العراقي يضغط ويصر على التعادل، والإماراتي يدرك خليل أن مباراة العودة في التصفيات. الأبيض الإماراتي المباراة القادمة ستكون في استضافة اليابان. الفريق تايلاندا تخسر 10 جولات وضريبتها دفعتها استراليا، الحمد لله ما جاتش فينا. يمشي عموري ويجيبها في حميد اللي يتصدى، خطيره محمد لعموري، عموري يضرب الدفاع يرد، والكره يمشي احمد ابراهيم يلعب كره طويله، ترويض بالصدر عن طريق كرار والكره مشات عبد الامير، فيها ثغره، فيها امكانيه، فيها شانس. يمشي عبد الامير، هز كره خارج حتى في دارة مدافع، عرضيه خطيره، والدفاع الاماراتي يواصل الصمود. الدفاع الاماراتي يواصل الصمود عن طريق قائد الدفاع بلاده. على كل حال القادم من التصفيات الافريقيه في الصيف القادم في شهر اغسطس، عكس تصفيات عرب اسيا ستعود في شهر مارس بجولتين. بالنسبه للامارات يلعب الماتش الاول ضد الفريق الياباني في استضافه ويمشي ضيف على استراليا، بينما العراق يضيف الفريق الياباني او لا الفريق الاسترالي، يلعب معاه في ايران، ثم يلعب الديربي ضد السعوديه. ترجع الكره اماراتيه 1-2 مبخوت، محاوله ضاعت من علي مبخوت. الشوط الاول وسير المباراه ما كانش يوحي لحدود 50-60 دقيقه. منعرج المباراه هو تغيير فان مارفيك اللي شفته الفريق السعودي لما يدخل فهد المولد يقلب اللعبه. هذا صار ضد تايلاند، صار ضد العراق لو تذكرون، وصار ايضا في مباراه الثالثه ضد الفريق الاماراتي. اللاعب فهد المولد اللي في دخوله يعطي الريتم والسرعه اللي يفتقدها المنتخب السعودي الى حين دخول المولد. من الورقات الرابحه انا نختار فهد المولد اكثر. وعوده في قمه التصفيات. ترجع الكره مره اخرى للفريق الاماراتي عن طريق عموري يعطي باس حلو برشا، كره من خليل، ينسل احمد خليل مبخوت، وكره طويله، علي خلاها الكره عن طريق مبخوت حط الكره لعبد الرحمن،
امام الظروف وامام الاختلاف وامام الصعوبات وامام الترتيبات وامام الوضعيات في الترتيب، المنتخب العراقي دائما كان وراء جمهور كبير. يمشي الجمهور العراقي ليصعد جمهوره، والكره خطيره عراقيه، ولكن مره اخرى نفس الاشكال واضح جدا. فقر هجومي مباراة في الشوط الثاني تكتيكي يقول بالاساس. يمشي عموري، شاط كره عموري خطيره برشا، خطيره برشا. حميد مشى برشا على اليسار وكان ممكن يباغت. هذه التسديده المباغته من عموري، شفتوا الحارس مال برشا اليسار، ثم الكره امام فريق اماراتي وضد خصم اماراتي قوي وقوي جدا على المستوى الدفاعي. الان مباراة بالراس ترجع بالدفاع وتمشي الكرة الكونتر اتاك عن طريق مبخوت. مبخوت يلعب عموري، عموري ومبخوت. مبخوت الحارس يخرج الحارس. كرة ما زالت صعبة، ما زالت صعبة. لا مرت سليمة، مرت سليمة الكرة. دور هدف ولا أجمل. شوف الكرة بتاع عموري، عموري اللاعب المؤثر في فريق العين وفي منتخب بلاده الإمارات. 72 دقيقة في عمر المباراة. سكور على هدف للصفر. ما زالت نتيجة الشوط الأول. 25 مباراة كمدرب للوسود في 3 ولايات. منتخب العراق والولاية الأخيرة هذه الثالثة فيها انتصار في 12 ماتش. الرأسية ممتازة، هذه كرة الامتياز من المهاجم والحارس. كرة مباغتة لذلك صوت ارتفاع. يعني أول فرصة حقيقية في الماتش العراق، فرصة جات في الدقيقة 79. المنتخب العراقي يخلق أكبر وأول فرصة في المباراة، ممكن تعطيه روح. آخر 10 دقائق يلعبون ويعادلونهم. لا كرة ترجع كورنير، ترجع ركنية، ترجع كرة في الركنية. مباراة مثيرة في هذه الدقائق. راسية حلوة برشا، حلوة برشا. التوسيعة وقطع الطريق كيفاش ضربت قدام المدافع خذاها نتاع لاعب عالمي. شوف الراسية، اوبس نقطة على الأقل. ترجع الكرة للفريق العراقي الاحتفاظ بالتاريخ والتاريخ والكبرياء، والكرة تمشي عن طريق جاستن. جاستن نقطة تضر العراق والإمارات، خطيرة والحارس جاستن. وزع كرة جاستن، ولكن مشات الكرة عن طريق علي خسيف. علي خسيف الأكثر ظهور وحضور في هذه الدقائق الأخيرة، وهذا طبيعي لأن العراقي يلقي بكل أوراقه في المباراة. كرة أخرى عراقية، دقائق صعبة على الإماراتيين، فرصة التعادل، فما شانس، فما كرة كنترول كورنير. الركنية للمنتخب العراقي. العراقي يرجع يلعب آخر الدقائق الآن. العراقي يرجع يتحرك في كرة تمشي من الركنية على القائم الثاني. راسية، فرصة للعراق. الكرة في تماس، ضغط رهيب الآن، ضغط رهيب من الفريق العراقي. كرة تمشي مرة أخرى المنتخب العراقي، محاولة التوسيع عن طريق وليد سالم والتعادل. لا التعادل لا من علي خسيف. كرة من إبراهيم، ضربة راس من أحمد، ضربة راس من أحمد إبراهيم. كرة ممتازة، ولكن ممتاز جدا الحارس علي في هذه المجموعة والسين في المجموعة الأخرى. فرق أيضا صعب جدا، يلزم مجهود خرافي في الإياب اللي هي فرق مثلا سوريا، قطر. هنا كرة خطيرة ملعوبة، التعادل يضيع. مش ممكن كرة مثل هذه تضيع، هذه مش ممكن تضيع يا كرار. يعني مهاجم في المنتخب العراقي هذه الكرة ما يضيعهاش. من الأخطاء النادرة في المنتخب الإماراتي. خسر الكرة بالوسط حسن صفر. شوف الباس بتاع جاستر راس وكرة أي كلام من مهند كرار. ثواني علي أفعالها نادي علي. رابع انتصار على التوالي من العراق، سينتفض في آخر لحظة. سيناريو قاتل لو يحصل التعادل. لا الدفاع الإماراتي موجود، مستبسل ومستاسد، والكونتر اتاك. عموري يستهلك الثواني. عموري ليس في حاجة للهدف الثاني. عموري يريد المباراة، فرصة والهدف الثاني ممكن. علي مبخوت حط كرة، والثاني جول إسماعيل. عودة إسماعيل الملك، عاد من جديد. عاد إسماعيل مطر في الهدف الثاني. عموري مبخوت، إسماعيل وجول. السمعة وأيام زمان، كل الزمان ارجع يا جميل. الهدف الثاني عن طريق إسماعيل مطر رسميا
الامارات تدخل منافسات كاس العالم للوصول وبلوغ روسيا. باس ممتاز من عموري، مبخوت، دفاع مفتوح، رجع كرة وبهدوء وبخبرة السنين حط هدفه رقم 36 الأستاذ إسماعيل مطر، الفنان إسماعيل. 2-0 للمنتخب الإماراتي. مبروك الإمارات الفوز، وهارد لك للفريق العراقي. حظ أوفر للمنتخب العراقي ومبروك للإمارات، والف مبروك المنتخب الاماراتي. حكام الاوزبكي صفر رسميا نهايه المباراه 2-0 الفريق الاماراتي.